بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم. معكم إسلام صقر. موضوع حلقة اليوم: بلطاي لسه حي هو. تعالوا نشوف ونسمع كل كلمة فيه ونوزنها صح. بلطاي هو الإنسان الكاره لنفسه وكاره كل اللي حواليه، وعينيه مش شايفة ولا عاوزة تشوف أي حاجة حلوة بتحصل حواليه وبيقلل منها. وفي المميزات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين تلاقيه أول واحد راشق فيها وبرضه مش عاجبه. هو اللي بيقول لك نشتغل على قد فلوسهم، وهو أساسا مش عاوز يشتغل ولا ينتج، لأن ولاؤه الأول والأخير ليس لمصر، البلد اللي عاش فيها وتعلم وتعالج واتجوز وخلف فيها، وبرضه مش عاجبه وولاؤه لدولة تانية غير مصر. وطول ما هو عايش في مصر حاسس بالدونية بالنسبة للدول الأخرى، وحاسس إنه مظلوم ومش واخد حقه. أتمنى تتابعوني لنهاية الفيديو، وإن شاء الله أتمنى ينال إعجاب حضراتكم. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم! الله أكبر! بلطاي عايش بينا الآن. انتبه، بلطاي وصل مصر قبل التتار وعاش وسط الناس، وكان له بيت فيه برج حمام زاجل يستخدمه لمراسلة التتار ونقل أخبار المصريين. وبعد شوية انضم إلى مجموعة من المماليك، وقام بتجنيد واستقطاب كل العناصر واشتراهم بالمال، وكان سهل عليه الوصول للمعلومات بسبب اطمئنان المصريين له وعدم وجود ما يدعو للشك فيه. بلطاي قام بدوره الفنان فريد شوقي في فيلم وإسلاماه، وساهم في اغتيال كل القادة العسكريين والسياسيين في البلد وصولا إلى أيبك وأقطاي وشجرة الدر. وكمان اشتغل على نشر الشائعات والإحباط وسط الناس وتخويف المصريين وإرهابهم من التتار. وفي يوم المواجهة كان واقف يستقبل التتار وهم داخلين مصر، وربما المشهد الواضح بتاع كتوبغا المغولي وهو بيتفاوض معاه، وساعة ما مشي قال لجنوده لو شفتوه في المعركة اقتلوه. مشهد يعبر عن جزاء الخيانة. وفي لقطة تانية بنشوف بلطاي وهو راجع بعد ما كان بيتكلم مع التتار وقادتهم، نشوفه هو راجع وبيخترق صفوف الجيش المصري وكأنه خايف عليهم ويحذرهم من اقتراب التتار. لولا وجود بلطاي ما استطاع التتار تفتيت الجبهة الداخلية لمصر، ولولا وجود الجيش المصري لما صمدت مصر أمام التتار. يا ترى وصلت؟ بلطاي هو العميل الكاره لوطنه. بلطاي هو الشيخ المتاجر بالدين. بلطاي هو رجال الأعمال المحتكرين الفسدة. بلطاي هو الخلايا النايمة بينا على الصفحات والجروبات وداخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة، وبيدعي الوطنية والخوف على البلد. بلطاي هو السوس اللي بينخر في عظم البلد. بلطاي هو العدو الخفي وانت فاكره وطني. بلطاي يا سادة أخطر من التتار نفسهم. التاريخ هيفضل يعيد نفسه، وبلطاي لسه عايش وسطينا. أنا حاسس، بل أكاد أكون متأكد، إن السرد ده وقته الآن علشان ناخد بالنا ونفتح عينينا. حفظ الله بلادنا من كل مكروه ومن أبنائها العاقين. أتمنى تكون الرسالة وصلت. حفظ الله مصر من كل سوء، ورحم الله شهداء الوطن. تحيا مصر بشعبها العظيم. تحيا مصر، وحفظ الله جيشها وشرطتها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.